بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم شاورما الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف المكونات كده مع بعض. معانا هنا كوباية زبادي وفصين توم مهروسين، هنقلبهم كده مع بعض، ونحط معلقة خل كبيرة ومعلقة زيت كبيرة برضه، معلقتين بس، يعني ما تزوديش عن كده، عشان الخل بيخليها طرية، الفراخ ما تبقاش ناشفة، تبقى طرية. والزبادي برضو. وهنا معلقتين زيت كبار كده، وهنقلبهم مع بعض. بعد كده التوابل: بيكا وبهار فراخ وفلفل اسمر وكاري وملح وكمون، هنحطهم بقى مع بعض كده ونقلبهم لحد الخليط ايه ما يتجانس مع بعض. اهو نقلبهم كده حلو مع بعض. بعد كده نكون عندنا فراخ بانيه، جبتها وقطعتها شرايح، تقطعيها شرايح بس متخليهاش رفيعة قوي بحيث ما تتهريش منك. تحطي جزء كده، هو ده نص كيلو جايباه. تقلبيهم بقى ببعضيهم كده حلو عشان يتشرب ايه من الخلطة دي. اهم حاجة يتشرب من الخلطة دي، وتركنيه ساعتين كده. انا هقلب الحبة دول وارجع اكمل عليهم في الباقي. نخلص الكمية بقى كلها ونروح حطها ايه في التلاجة ساعتين كده، قبل ما يجي ميعاد الفطار تعمليها على طول، ما بتاخدش وقت. بس هي اهم حاجة تنقعيها في الخلطة دي. ولو عندك دبس رمان حطي برضو، بيخلي طعمها جميل. حطيها بقى في التلاجة وسيبيها كده تشرب من كده. نشوف الطريقة التانية. هنا طاسة فيها معلقتين زبدة ومعلقة زيت، وننزل بقى بالخليط، بس يكوني ايه هتحاهم بحيث ياخدوا صدمة. بعد كده تقلبيهم بقى ببعضيها كده لحد ما يتغير اللون، لون الفراخ تدخل في اللون الابيض كده، تعرف ان هي كده استوت. تنزلي بقى ببقية المكونات بتاعتها. اهو هنقلبها بس حلو كده ولحد كمان ما تشرب ميتها. هي كده بدأت خلاص، بس نزلت ميتها. هنسيبها بس تشرب المية بتاعتها، السائل بتاعها ده، وبعد كده نرجع لها تاني بالمكونات بقى بتاعتها. بس هي كده خلاص دخلت في السوا، طالما لونها اتغير الابيض كده تعرف ان هي كده خلاص استوت. خلاص كده شربت السائل بتاعها. هننزل بقى بالمكونات. معانا بصلتين كبار هنقطعهم شرايح، اهو تنزلي بيهم. هو يا دوبك بس البصل ياخد ايه تقليبتين كده، انا مش عايزاه يدبل، يعني يدوبك تقليبتين كده معاها ويشرب منها، وخلاص على كده. تقلبيهم مع بعض كده بحيث وانتي بتاكليها يبقى مستطعمة طعم البصل في الاكل، بيديها طعم جميل كده. خلاص لقيناها تقلبتين كده مع بعض. هننزل بقى بباقي المكونات: فلفل الوان اصفر واحمر والاخضر، تكوني برضو مقطعهم شرايح اهو، وتروحي نازله عليهم. ده في الاخر برضو عشان برضو ما يتبلش، يعني انا مش عايزه المكونات دي تبقى دبلانه، تبقى باينه طعمها باين كده في الاكل. وطبعا مش هنحط توابل ولا اي حاجه، خلاص هي واخده في الخلطه الاولانيه الحاجه بتاعتها كلها. بس هتشوفي بقى لو الحدق بتاعها مش محتاجه خلاص. هي كده خلاص، هنحط لها بس شويه ملح وخلاص على كده.
تعملي بقى جنبيها شوية بطاطس محمرة. هنا هنحط لها شوية الملح بتوعها اللي هي محتاجة وخلاص. تقلبيها. عندك دبس رمان حطي لها برضو بيخليها طعمها جميل. خلاص هي كده خلصت استوت والحمد لله كده. عندك بقى اي حاجة جنبيها اعمليها جنبيها جنب الاكل. تعرفين الايام بقى ديت الزنقة بتاعة العيد والكحك والبسكوت، كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بالخير يا رب وعلى الامة الاسلامية كلها. تبقى اكلات سريعة كده وبسيطة اهو. اذا عجبكم الفيديو شير ولايك واشتراك في القناة وربنا ما يحرمني منكم ابدا. خلاص هي كده خلاص استوت وبقت تمام. اهي عايزة بقى تعملي كريب جنبيها وتعمليها سندوتشات بالكريب، عايزة تعمليها سندوتشات بالفينو زي ما انت عايزة. بس احنا بقى عشان هنحطها على الفطار كده على طول مش هنعمل، ما كانش فيه وقت للكريب. انا هنا حمرت معاها شوية بطاطس وحطيت جنبيها شوية زيتون وقديت والحمد لله. كل سنة وانتم طيبين.